معبد أتون الصغير هو واحد من أهم المعابد التي بنيت في مدينة أخيتاتون عاصمة الملك إخناتون في تل العمارنة. كان هذا المعبد مخصصاً لعبادة الإله أتون، لكنه يختلف عن المعبد الأكبر في أنه كان أصغر حجماً وأكثر بساطة، ومخصصاً للاستخدام اليومي من قبل العائلة الملكية والكهنة المقربين. بني المعبد بتخطيط مفتوح لأن عبادة أتون كانت تعتمد على استقبال نور الشمس مباشرة دون أسقف مغلقة، لذلك جاءت ساحاته واسعة ومكشوفة تتوسطها مذابح حجرية لتقديم القرابين، بينما تنتشر القاعات الصغيرة والغرف الجانبية حول الفناء الرئيسي. وكانت جدرانه مزينة بنقوش تظهر أشعة أتون وهي تنتهي بأيد تحمل رمز الحياة وتلامس الملك إخناتون والملكة نفرتية وبناتهما. تميز المعبد بأنشطته اليومية التي كانت تقام مع شروق الشمس وغروبها، مما يعكس ارتباط هذا الإله بالنور والدفء والاستمرار. وكان المعبد أيضاً مركزاً مهماً لنشر العقيدة الجديدة، حيث حاول إخناتون جعل أتون الإله الوحيد لمصر. رغم زوال هذه العبادة بعد نهاية عصر العمارنة، بقي معبد أتون الصغير شاهداً على فترة فريدة حاول فيها الفن والدين أن يعيداً تشكيل الهوية المصرية بطريقة لم تتكرر في تاريخ الفراعنة.